الادوات المستخدمه برضو نفس التقنيات الدباسات الاحدث؟ طبعا طبعا دورها مهم. طبعا. هو الايرا او الطفره اللي حصلت دي بسبب التطورات العنيفه في الدباسات، والدباسات الاوتوماتيك، والدباسات اللي هي بتبقى اللي هي تراي ستيبلرز، اللي هي GST، اللي هي 3 صفوف والكلام ده كله. اختيار كمان سمك على حسب سمك المعده، اختيار لون الغيار اللي بنستخدمه، طريقه التدبيس، الكلام ده كله فرق جدا. وده اللي خلى المعدلات كتير. احنا دلوقتي عمليات السمنه بتتعمل يعني بمئات المرات كل شهر، يعني اعداد رهيبه جدا. وبالتالي ده كله ليه؟ طبعا نسبه النجاح عاليه جدا، نسبه المضاعفات قليله جدا، فخلت الناس تقبل على هذه العمليه. انا دلوقتي ببقى، احنا قلنا قبل كده ان هي بتبقى عائلات او اصحاب. انا عملت العمليه وخسيت وحياتي اتغيرت تماما، فصاحبي بيشوفني وبيجي يعمل عمليه، وهكذا وهكذا وهكذا. وبالتالي عشان نسب الامان دي بقت موجوده، اصبح انتشار العمليات اكتر.